رسميا دي أقوى خطة في اللعبة حاليا، خطة كل المصنفين. طبعا لو دخلنا على الديفيجن الموسم الحالي وجبنا المصنف الأول على العالم حاليا هتلاقيه بيلعب بنفس الخطة عزيزي المشاهد. ومش كده وبس، لا 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 لا، لو جبنا كمان ترتيب الموسم اللي فات عزيزي المشاهد وجبنا خطة الأول على العالم هتلاقيه كان بيلعب ومازال بيلعب بنفس الخطة. أيوة دي خطة الأول على العالم باكتساح. يلا بينا نخش على شرح الخطة. أولا كده بسم الله تبدأ من حارس المرمى، ما بيفرقش معانا هجومي أو دفاعي. طبعا أنا واقف هنا بيتر تشيك ديفensive حارس دفاعي، ما بتفرقش معانا. ندخل على قلب الدفاع، او اهم حاجه يكون معاك واحد بيلد اب جنب واحد محطم او ديستروير، باك دفاعي وباك هجومي. ويفضل ان انت تلعب بباكين هجومي دفاعيين، ولكن انا على المستوى الشخصي ما بقدرش العب من غير باك هجومي يساعدني في الخروج بالكوره ومنها الهجمات، فعشان كده بضطر العب بروبرتو كارلوس. نص الملعب بقى وده اهم حاجه، لازم يكون معاك ده اللي هو بين نص الملعب وبين المدافعين لازم يكون ارتكاز. طبعا انا بلعب يعني الاسطوره يا توريه بيلعب ارتكاز انكرومان. فانت برضو شوف انت معاك مين ارتكاز في فريقك وحطه. نص الملعب اللي بيتكون من 2 سي ام افات ولازم يكون فيهم واحد هول بلاير. الهول بلاير ده اللي هيربط بين خط النص وبين الهجوم وهيطلع معاك بالهجمات وهينقل لك الكرة لقدام. نص الملعب التاني براحتك، عايز تعمله هول بلاير عايز تعمله اوركستريتور براحتك، شوف انت المتوفر معاك في الفريق وحطه. اللي بعده نخش على خط الهجوم. خط الهجوم الاول اللي هو ده لازم يكون هول بلاير، لازم يكون هول بلاير، وهنا انا بلعب طبعا بخلة الهول بلاير. اللي بعده خط الهجوم وراسين الحربة اللي احنا هنعتمد عليهم في التشكيلة لازم يكون فيهم جول بوشر اللي هو مهاجم. الجول بوشر انا بلعب طبعا هنا بمين؟ بكيليان امبابي. لازم يكون مهاجم سريع عشان هيتلعب له سيرفرات كتيرة وبيانيات كتيرة هتحتاج ان هو يجري فيها، فلازم يكون مهاجم سريع. اللي جنبه يفضل ان هو يكون جول بوشر او ديب لاين على حسب انت بترتاح في لانهي في اللعب، فشوف انت برضو هترتاح لانهي. ويلا بينا نخش على التعليمات الفرديه. طبعا التعليمات الفرديه زي ما انت شايف كده بتدي ديفنس للدي ام اف بتاعك، ونص الملعب لو انت هتلعب بهول بلاير حاول تديله انكرنج، ولو هتلعب باوركستريتور يبقى هتدي ديفنس للار بي. الهجوم بقى معاك هتدي كونتر تارجت عند الاس اس اللي هو الهول بلاير، وهتدي ديب لاين للدي ام اف. يبقى الدي ام اف هياخد تعليمتين، ديفنس وديب لاين، تدي كونتر تارجت للاس اس الهول بلاير، ولو هتلعب بهول بلاير في نص الملعب هتديله انكرنج. وبكده انا بقى قلت لك اقوى خطة في العالم حاليا، خطة التصنيف الاول على العالم.